انت هتعملي لي فيها شريفه؟ قال شاب مخربش ذات يوما عيدان القصب مالت واتدلعوا الزعزيع، ولاد الاصول تاهوا في زحمه الجرابيع. كل واحد هياخد الكلام بالمحمل اللي على مزاجه. اول ما هيسمع كلمه الجربوع هيسرح بخياله. يا ترى قصدك بمين الجربوع؟ شاب الجربوع ده شاب انا حاطه في دماغي من تدبو بقالي كام سنه، راسم صورته في خيالي كده ونفسي اتص فيه، بس انا قاعد انا راقد انا مبيت له انا من تدبو. ليه؟ الخصم اللي انا من تدبو وحطه في بالي عمل دقه نقص مغيبان. على مر بفتره كل شاب فينا مر بيها، على الدغري بقى وعلى الصريح، مر بقصه حب رايقه عجبته فلانه بنت علان، اتدحلب وتسرسب وقام داخل لها دخله المح اللي هو انا عايزك بس عشان نكسبوا ثواب. تصحي لي الفجر اصحيك الفجر، ناخدوا حسنتين نقروا الاذكار، بعد الاذكار نتكلموا شويه، نسرح انا وانت في مستقبلنا، نبني انا وانت شقتنا. ومفيش مانع لو اول حاجه هنحطها في الشقه بتاعتنا السرير، لان ده مكان الابداعات. المهم البت وقعت في الدباديب وقالت لا ده عايزني عشان صلاة الفجر، ده امام جامع، ده ابن حلال مصفي، بسم الله ما شاء الله، ده كرة عيني، ده الحكي الميكي الفيل صديقي بقت بزراميطة. البت جابت وش سلندر، يعني الزيت دخل على المية، عايزة تروح عند خراط عشان يخرط من اول وجديد وترجع للذي مضى، ترجع لفترتها قبل الشاب دوت. الشاب دوت بقى معاه صور وفيديوهات ليها، ومن غير دخول في تفاصيل وتعمق، انت عارف وانا عارف اكيد مش بعتله صور وفيديوهات وهي بتسمع الورد. صاحبنا دوت خد الصور والفيديوهات، ده مش اذا بوليتم فاستتروا، لا ده اذا بوليتم فبقول لكم، بقول لك يا ابن عمي اتجمعوا بقى وكل واحد يسحب كرسي، عشان انا هذيع، عشان انا هبوح، عشان انا هخلي سيرتها على كل لسان. وعمل اللي عمله وبقى بطل قومي وفضح الدنيا، والدخله اللي كانت دخلت صلاه الفجر بقى مسهرها لحد الفجر بتندب حظها. لو تطول تطلع قطر وتقطع شرايينها عشان تنسى الماضي هتعمل كده. البت اتكسر عينيها واللي عنده معزه يلمها، السيره بقت على كل لسان. طبعا انت ماشيه دلوقتي ايه بتاعت فلان، ايه بتاعت علان، بقول لك هو المقطع الفلاني ملوش جزء تاني. لا بس كنت هايله الله ينور. وهو اخواتي صباح الفل اخواتي، انا بتاع الفيديو ما اتبعتلكش؟ لا والله العظيم عندنا دي فقعدت بالليل. صباح على خير اخواتي. اكنه ايه كان محارب في الحرب 6 اكتوبر، الصياد صيد جامد. دوري مع الولد ده ايه بقى يا معلم؟ ان انا سمعت الحوار فحطيت الولد ده قدامي خصم، بقيت كل ما اشوفه مستنقصه، كل ما اشوفه ولا بنتدبه. المهم عايز اتحط معاه في حوار امسك فيه ما يكونش سبب الحوار دوت. انت لما خبطتش في كتف راجل جدع لما ابوك خلفك قبل ما تاتا خط العتبه دي، ما خدكش كده من ايدك ودخل بيك على بقال، ما اشترالكش ب 10 جنيه مكونات راجل جدع؟ لحد وقتنا هذا انا بشوفه ببقى امنيه حياتي تحصل نكشه اطلع فيه القديم والجديد، لان انا ما يجددنيش ويزرزرني في حياتي قد اللي يعمل ذنب ويمشي ماسك ميكروفون شبه الاعلاميين اللي هم بيجروا ورا اي ترند. احكي لنا بقى ايه اللي حصل. والله العظيم اللي حصل ان انا الواحده الفلانيه عجبتني، دخلت لها دخلت صلاه الفجر، بعد كده مسكتها مصمصتها، مسكتها فضحتها. طب وانت بقى ايه اللي جرالك؟ الشعب بيعاملني بطل، يبقى انا ليه ما اعيش الدور؟ تعال اقول لك ان انت محسوبه على الرجاله بكش في اونطه. انا اللي اعرفه واللي ولاد الاصول يعرفوه ان الغلطه يتحاسب عليها الراجل زي ما يتحاسب عليها الست. عمري ما كنت مؤمن بالمساواه، ما تخشش جيب ابنك. المساواه ديت عباره عن واحد بيرقص في قاعده ومسك زميله وقام جاي ماسكه كده وقام جاي ناطره بعيد، بص مش شايفك. الحاجه الوحيده اللي مؤمن فيها بالمساواه هي الذنب. انتوا الاتنين سواسيه، انتوا الاتنين زي بعض، انتوا الاتنين تتعاملوا نفس المعامله. ما يبقاش ليك انت غفور الرحيم وليها هي شديد العقاب. انتوا الاتنين غفور الرحيم لو انتوا الاتنين سلكتوا طريق التوبه وخدتوها بحذافيرها، ربنا يغفر لك يا رب وتتقابل عند ربنا تقابلوا على حسن خاتم. انتوا الاتنين ما تبتوش فانتوا الاتنين سواسيه ونفس العقاب، واشوفك زي ما اشوفها. مش لا مؤاخذه في الكلمه، عندي اخوات بنات واسمع ان واحده ماشيه في الشارع مكسور عينيها مش عارفه تمشي في الشارع من السياح والسامر اللي معمول، وفلان يرمي كلمتين وبص من فوق لتحت وايه الدنيا وخلي بالك مش هحلك وانا اللي عليا الدور، وفلان يجي يعدي لا الله ينور كنت على العالي، ده انت طلعت قبضاه. يلا ما بيعملش كده غير اللي بجد والله العظيم عمره ما شاف تربيه بجنيه ونص، غير اللي ما قعدش معاه ابوه او امه وقالوا له بنات الشارع زيهم زي اختك، اللي ما ترضاهوش على اهل بيتك
اوعى ترضى على بنات الناس. ما هو وارد تتبدل الاوضاع، وارد ان انت وانت مقصر وقاعد على القهوه ابن الحرام يقوم داخل يقوم رامي كلمتين في ودن اختك، تلاقي اختك ساحت وراحت ودخلت في نفس السكه، وتيجي تتبدل الكراسي، تقعد انت على كرسي المجني عليه انت واختك، وساعتها هتقول ايه؟ اللي عنده معزه يلمها. ده انت هتعمل وهتسوي الهوايل. لو ما كانش حسابك على الارض في حساب عند ربنا، هنروحوا له وهنقفوا قدامه انا وانت، وهتقف البت ذات نفسها وهتقول يا رب انا غلطت بس انا تبت، والشعب ما غفرليش توبتي. لو هو فكر يتوب الشعب هيغفر له، لو ما فكرش يتوب فالشعب هيمجده. هي غلطانه وتستاهل ضرب الجزمه، وده غلطان ويستاهل ضرب مليون جزمه. احنا الاتنين عملنا الغلط، واحنا الاتنين لصنا واتعصنا في الطينه. والله في ولاد اصول رجاله وقعت في الغلط وحبت تصلح الغلط، فانا الاوان بقى ان انا ارجع لربنا واتوب. والله العظيم انا دلوقتي مقتدر والدنيا تمام، فانا هروح اخش البيت من بابه عشان بنت الحلال ديت اللي وثقت فيا زمان والصفحه القديمه دي تتقفل. وفي دي حلاب لا بقى دي عملت معايا، يبقى هي كانت فاتحه موسوعه، يبقى هي خبره، يبقى انا بص بقى واجبي كمواطن احذر البشريه كلها منها. بصوا يا جدعان انا عملت وسويت معاها، والله مش راضي لاي شاب يخش على عماه. النهارده بيبقى شاب فاجر وما يقدروش حد، تاني يوم بتلاقيه امام جامع فبيتغفر له. النهارده هي بتروح وتيجي وما سابتش حاجه ما عملتهاش، تاني يوم ممكن تكون محفظه قران، انت بيتقال لك الله ينور، لكن هي بيتقال لها تعالي ده العجل وقع. انت هتعملي لي فيها شريفه يا بنت لوكس؟ هو كل ما الراجل ده يجي لك في الحته دي تقولي لي مش هاجي نادي اسبوع؟ انت عندك ماضي وانا عندي ماضي ودي عندها ماضي. دع الملك للمالك يا عالم، يمكن كلمتك توقف توبه. الشيطان مستني الكلمتين بتوعك. ربنا يستر على ولانا.